طيب كالعادة كيف ندري لازم يتسرب لي شيء. اوكي، صورة مصور مع واحد دقن. اوكي، شوف في ناس بيقولون اخوه زين، اخوه دقن متكي معه في الفراش. اوكي، ننزل هنا شوي. بين عندك دقيقة، هذا وش؟ تقول لي بنطلون؟ والله ما تتصرف، هذا مو بلون بنطلون ترى، والله لون جلد. شوف اليد وشوف كيف. شوف تعرف رقص كيف صح؟ اوكي شوف الحين كيف يرقص، شوف كيف يبدأ، تحسن اسمك. شوف. السلام عليكم. أبي أتكلم لكم اليوم عن موضوع عني وأشغل السوشيال ميديا كلها. مع واحد دقن. اوكي، شوف في ناس بيقولون اخوه زين، اخوه دقن متكي معه في الفراش. اوكي، يوم انك تتفلسف وتقول ان هذا مو باخوه، لا هذا اخوي محمد. اول شيء انا الحين مو قاعد ابرر لك، انا قاعد ابرر المتابعين الكرام، ولا انت ما تستاهل الانعال. واول شيء احنا قاعدين في الصاله، مو قاعدين في سرير، في الصاله تحت في كنبه. ثاني شيء، وما ادري وش اللي كان تحتي، هل الكنبه لانها اصلا لون بيج، او بنطلون انا لابسه بيج، او مخده، والله العظيم اني ناسي، ما راح اتذكر لك السالفه، صارت قبل سنه. المهم اني انا التزمت الصمت، ابوي بلغ وزاره الداخليه على هذا الشخص اللي تكلم عليه، وهذا البلاغ اللي كان على كان لوزاره الداخليه للجرائم الالكترونيه، وكانت قضيه قذف. وبعدها ب10 دقائق بعد ما بلغنا، اتصلوا وزارة الداخلية على أبوي وأخذوا إفادة أبوي صوتيا، وأرسلوا لوزارة الداخلية الدورية معها محضر إلين البيت. الله يعز حكومتنا. وباليوم قبل شوي بالليل احنا بلغنا الظهر، وزارة الداخلية حذفت المقطع من حسابه، والحين بوريكم كيف. الغبي منزل قبل شيء صورة بالانستغرام، كاتب في راس مشتكي علي بالانستا، مركزين مشتكي علي بالانستا، بحط على الانستا بقوسين. الغبي يفكرني اشتكيت الانستا، انا ما اشتكيت الانستا، انا اشتكيت وزارة الداخلية. وزارة الداخلية هي اللي حذفت المقطع، واتوقع دولتنا عندها السلطة انها تتصرف. ولا تحسب ان وزارة الداخلية حذفت المقطع من حسابك خلاص انتهى كل شيء، لسه القضية مرفوعة، ولسه في حق الخاص، وراح يجيبونك، ولسه راح تجيبك الشرطة وتحقق معك، وباخذ حقي منك ولن أتنازل. وشوفوا يا جماعة، الموضوع ما كمل 24 ساعة والوزارة حذفت المقطع من عنده وبتجيبه، عشان تعرفون كيف حكومتنا فوق. وأنصح أي شخص يتعرض للقذف عبر السوشيال ميديا أن يبلغ وزارة الداخلية. الله يسعدهم ما قصروا معانا. رفعت عليه قضيتين، قضية قذف وقضية تشهير بالكذب. والغبي بعد سابني وساب اخوي، يعني انا واخوي رافعين عليه قضيتين عندي. ومن اليوم ورايح اوعدك واوعد غيرك من الاشكال الوسخه زيك، من اللي يقذفني او يسبني، اني راح ابلغ عليه. ويا للاسف انت اللي صرت عبره وطاحت في راسك انت، ولا ما راح تنازل لا بحب خشوم ولا بمقابل مادي. يا حرام، انا اكثر شيء رحمته فيه يفكرني مشتكي على نساء. هذا مو بنستا، هذه وزارة الداخلية، وزارة الداخلية.